يحتوي برنامج Access XP على العديد من أنواع البيانات التي يمكن تعيينها للحقول كما تعلمنا في الخطوات السابقة، وسوف نتعرف في هذا الجزء على أنواع البيانات المختلفة. وأول هذه الأنواع نوع البيانات Text، ويستخدم هذا النوع لإنشاء حقل نص عادي Text Field يحتوي على أرقام أو حروف أو رموز Characters، ويمكننا وضع عدد من الحروف في هذا الحقل يصل إلى 255 حرف. أما نوع البيانات Memo فيستخدم عندما نريد إضافة كمية كبيرة من البيانات النصية، وهو نوع عادي من النصوص وإن كان يختلف عن النوع السابق من حيث الحد الأقصى لطول الحقل، حيث يمكن إدخال عدد من الحروف يصل إلى 64,000 حرف في هذا النوع. ونوع البيانات Number يستخدم لإنشاء حقل رقمي بحيث يمكن إجراء عمليات حسابية عليه، ولا يصلح هذا النوع من الحقول لإدخال قيمة أرقام العملة أو التاريخ، كما لا يسمح البرنامج بكتابة أي نص في هذا النوع من الحقول، وإنما يجب كتابة أرقام فقط. ونوع البيانات Time and Date يستخدم لإنشاء حقل يحتوي على التاريخ أو التوقيت فقط. ونوع البيانات Currency يستخدم لإنشاء حقل بيانات سوف يحتوي على قيمة عملة معينة، وهي قيمة رقمية أيضا ولكنها تدل على قدر معين من المال، ويمكننا أيضا إجراء عمليات حسابية داخل هذا النوع من الحقول. ونوع البيانات Auto Number يستخدم لعمل ترقيم تلقائي متسلسل بمجرد الانتقال من صف إلى آخر. أما نوع البيانات Yes or No فيستخدم لإنشاء حقل لعمل اختيار محدد، وذلك للإجابة على سؤال معين سواء خطأ أو صواب، وهذا النوع من الحقول يحتوي على أحد القيمتين نعم أو لا، صح أو خطأ. ونوع البيانات OLE Objects يستخدم لعمل ارتباط مع عنصر معين مثل صورة العميل أو الموظف. وترمز الحروف OLE إلى العبارة Object Linking and Embedding، وتعني ربط العناصر وتضمينها داخل عنصر آخر، وتستخدم مع الحقول التي تحتوي على الصور أو أي عناصر أخرى والتي يتم تضمينها أو ربطها بملف آخر خارج البرنامج. ونوع البيانات Hyperlink يستخدم إذا أردنا إنشاء حقل لعمل ارتباط بصفحة على شبكة الإنترنت أو على الشبكة المحلية Intranet. أما نوع البيانات Lookup Wizard فيتيح لنا إنشاء قائمة تحرير وسرد تحتوي على مجموعة قيم خاصة نحصل عليها من جدول آخر، أو يتم اختيارها من مجموعة قيم ثابتة، وهي خاصية متقدمة سوف نتعرف عليها تفصيليا عند الحديث عن خواص الحقول.